لماذا الدول المساندة لمغربية الصحراء لم تساند المغرب في قصف البوليزاريو الأخير؟ رضوان الرمضاني دار تويته البارح، رضوان الرمضاني الصحفي المغربي المساند للتطبيع مع الكيان الصهيوني، دار تدوينه منذ يومين، تكلم قال لماذا تدوينه هاي، قال لماذا هجوم كما هذا مهما يكون صغير لا يلقى دعما وتأييدا من عند الناس اللي تأيد في إيران. وبالمناسبة مانيش نقول باللي يتكلم على الناس اللي تأيد في إيران، ولكن هدفه الناس المناهضة للتطبيع، حيث دائما ما يربطون في المملكة المغربية بإيران. قلت وأنا بدوري نطرح سؤال: رضوان الرمضاني والمخزن، لماذا لم تطرحوا أسئلة على أنفسكم؟ كيف لدول تدعون أنها تدعم مغربية الصحراء لا تساندكم في قصف كما هذا؟ مثلا لو قصفت الرباط، ألا نرى دولا رباط ولا الدار البيضاء ولا طنجة، ألا نرى دولا دول العالم يعني تشجب هذا القصف؟ علاه لما قصفت سمارة اللي هي منطقة اللي هي مدينة في الأراضي المحتلة، الأراضي الصحراوية المحتلة، لماذا التزمت الصمت الدول؟ الجواب بكل بساطة: لأن الدول هذه لا تساندكم، فقط هي تقول لكم ما تريدون أن تسمعوه، والدول هذه تدرك أن القانون الدولي هو ضدكم، فلا يمكنها أن تدعمكم. السلام عليكم.